السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم منوعات امينه وجنات. كنتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده ان شاء الله وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. واليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفه سهله اقتصاديه من مكونات في متناول الجميع ان شاء الله. وقبل ما نبداو الفيديو نبداو بالصلاه والسلام على حبيبنا رسول الله. في البدايه اخواتي درت واحد القبصه ديال الملح مع 3 البيضات بحراره المطبخ. غادي نضيف كاس ونصف تقريبا ديال السكر، الكاس ديال العنبه كيف ما وريتكم، وكاس ونصف ديال زيت المائده، واحد دانون ديال الفاني. بالنسبه للتنسيم او للنكهه ديروا داكشي اللي بغيتو. انا بغيت ندير هاد الدانون كيعطي واحد النكهه زوينه لهذا الفقاص. وصافي كنخلط هاد المكونات، سواء نخلطهم بيدينا سواء بالطراب العادي اليدوي. ممكن ديروا هاد المكونات حتى في مولينيكس في الخلاط الكهربائي، كتكون النتيجه مزيانه. في البدايه اخواتي درت واحد زلافه ديال الدقيق ما يعادل كاس ونص ديال الدقيق، وغادي نزيد نضيف واحد الخماره ديال الحلويات. هو كيبقى بالنسبه للدقيق على حسب كل واحد والحجم ديال البيض ديالو والكاس اللي خدا به العبار، يعني الدقيق على حسب الخليط. العجينه ما تكونش قاصحه وما تكونش خفيفه. هنا غادي نستعمل يدي باش نجمع العجينه ونكون عارفه اش كندير، يعني الخدمه باليد ماشي هو بالخلاط اليدوي. هنا كنعرف القياس ديال الطحين اللي غادي نزيد. راني زدت هنا الزلافه الثانيه، يعني ما يعادل كاس ونص الثاني، المجموع 3 ديال الكيسان دابا. وكنستمر نجمع الخليط، وكيف ما قلنا ما يكونش الخليط قاصح بزاف وما يكونش خفيف بزاف. غادي نزيد نضيف الكاس الرابع. حلوى اقتصاديه مغربيه، دائما كنعتمدوا في المناسبات ديالنا على الحلويات البسيطه والتقليديه. هنا كنزيد نضيف واحد نص كاس ديال الدقيق غير باش نجمع العجين. المجموع ديال العجينه 4 الكؤوس ونصف، يعني القوام ديال العجينه كيف ما واضح في الصوره متوسط في القوام. كنقسم العجينه الى قسمين، واحد النصف غادي نخليه في اللون الطبيعي ديال العجينه، والنصف الثاني غنضيف له واحد الكيس ديال الكاكاو مع تقريبا واحد المعلقه ديال الزيت باش كيزيد يتجمع لي داك الكاكاو مزيان وكيدخل في العجينه. بالنسبه للكاكاو ممكن ديروا جوج باش تجيكم العجينه اللون ديالها اسود اكثر من هذا اللون هذا اللي حصلت عليه انا. درت غير كيس واحد، اللي بغى العجينه تجيه اللون ديالها اسود بزاف يدير جوج اكياس. صافي غادي نقسم كل كره، غادي نقسمها لاربعه ديال الكويرات صغار كيف ما واضح. الطريقه راها سهله اخواتي، فقط كتبقى المشاركه مع الاخوات. ونتمنوا ان شاء الله هاد العواشر وهاد العيد يدخل على الجميع بالصحه والسلامه، واللي في قلبه شي حاجه الله يلحقوا بها ان شاء الله يا ربي. ونفس الشيء غادي نقسم حتى الجزء الاول ديال العجينه البيضاء حتى هي الى 4 قطع. غادي نجمعهم ونخليهم يرتاحوا غير على بال ما نسالي هاد القطع هادو، ونبدا نطلق في كل كره ديال العجينه نطلقها. العجينه راه رطبه عاطيه الطوع في الخدمه. صافي خديت واحد البلاستيك غذائي كنحطوه، البلاستيكه عاديه المهم انها تكون نقيه، وكنطلقها على سطح العمل. كناخذ القطعه الاولى ديال العجين الابيض وكنسرحها على سطح العمل. المهم نحاولوا نسرحوهم مقادين، يعني قد القطعه الاولى قد الثانيه، ومن بعد نحطوا
القطعه اللي فيها الكاكاو على القطعه ديال العجين العادي كيف ما واضح في الصوره. الفيديو راه واضح صافي. وكنزيدو نثبتو هاد القطع بجوج وحده على وحده. المهم انا راني في هاد الفيديو اخواتي كنت للاسف والحمد لله على كل حال كنت حاسه بشويه ديال الالم وراني كنت كنزرب، يعني ما قدرتش نحبس التصوير. وفي نفس الوقت صافي بحال ما بقاليش الخاطر لهاد الحلوه، ولكن صبرت ما عندي ما ندير. المهم كان عندي شويه ديال الالم في الظهر ديالي، يعني كان صافي بحال ما بقيتش على خاطري وانا كندير هاد الوصفه هادي. صافي من بعد ما روليت القطعه الاولى كنزيد القطعه الثانيه ونفس الشكل. كنطلقوا العجينه البيضاء وكنزيدوا نطلقوا العجينه الكحله ديال الكاكاو وكندير وحده على وحده، كنسرحوها مزيان ونديروا هذا البلاستيك لانه كيعاون في العجينه تطلق. صافي وكنجمع الجوانب وكنبقى الرولي العجينه كيف ما واضح حتى نحصلوا على 4 ديال القطع اولا 4 ديال هاد المزيودات هادو ديال الفقاص. نحيدو ديك الجوانب ديال كل رولو، نحيدو له الجوانب وكنوضع في اللاطه اللي غادي ندخل الفران اللي نفرشوها بورق الزبده باش ما يلتصقوش معنا في اللاطه. كناخذ واحد العويد وكنبدا ندير ثقوب ولا دبوس ولا شي حاجه ونديرو ثقوب في هذا الفقاص باش ما يطرطقش معنا في الفران. صافي ندخلو الفران اللي تكون العافيه ديالو مهيله. هنا بالنسبه باش كندهن الفقاص راني عندي الصفار ديال البيضه مع شويه ديال نيسكافي وكندهنو. من بعد ما طيبتو اخواتي في الفران على عافيه مهيله، يعني غير نصف طيبه، كنخرجو كنغطيه بواحد البلاستيكه والمنيدل وكنخليه. خليته تقريبا انا واحد 3 ديال الساعات. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا راه كيجي طايب نصف طيبه. وهنا غادي ناخذ واحد السكين اللي يكون ماضي مزيان ونبدا نقطع الفقاص بالشكل اللي بغيتو، يا اما على الشكل المائل ولا على الشكل المتساوي، يعني يجي بحال مربع. المهم كنبدلو من طريقه تحضير الفقاص اللي هو كنديروه دائما بالزرارع ولا باللوز ولا بالكاوكاو ولا بالقرقاع. هاد المره بغيت نشاركو معكم بهذه الطريقه هذه، حتى هي كيجي ساهل واقتصادي وكيف ما واضح ما فيش المكونات بزاف. والمهم اخواتي اسمحوا لي في الفيديو لانني راني ما عطيتوش حقه لا في التصوير ولا حتى دابا في المونتاج. كيف ما قلت لكم كنت عيانه شويه، شدني واحد الحريق الله يشافيني ويشافي الجميع، وهذا ما كان. المهم هي المشاركه مع الاخوات وبالدعاء بالشفاء للجميع ان شاء الله. الله يشافي الجميع والله ينجح وليداتنا في هذه دابا الفتره ديال الامتحانات. الله يوفق وليداتنا ووليدات المسلمين يا ربي. وعيد مبارك سعيد. هذا هو الشكل ديال الفقاس من بعد ما حمرته كيجي محمر رائع. وشكرا على المتابعه ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله عما قريب. وخليتكم على خير، واللي مازال ما اشتركش في القناه فضلا وليس امرا يشترك في القناه ويخلي لي واحد التعليق محفز اللي كيشجعني دائما نزيد نتواصل معكم. ونتلاقاو فيديو جديد عما قريب. دمتم في امان الله، مع السلامه.